ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ايه رأيكم النهارده هنعمل حاجة كده وصفة ولا في الخيال؟ فعلا اجمل بسبوسة ممكن تاكليها بالكريمة. قد ايه الكريمة، وشايفة الطبقة بتاعتها جميلة ازاي، والبسبوسة فعلا حاجة كده مفرولة وجميلة، وقد ايه يعني ما اقولكيش مرملة. حاجة جميلة جدا جدا جدا. هنجيب تكاتها وحركاتها ونبدأ مع بعض بالمقادير. ما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل الوصفات الجميلة دي. احنا هنستخدم بسبوسه الاكياس هنا. اي نوع بسبوسه انت بتستخدميه او متعوده عليه تقدري تستخدميه. اول حاجه هنعمل الشربات، عشان قبل ما نبدا لازم نبدا بالشربات. انا هنا كوبايه الشاي العاديه، حطيت هنا كوبايه ونص سكر. الكوبايه اللي انت هتستخدميها في المعيار تستخدميها في كل المقادير. هحط بيها كوبايتين ميه بنفس الكوبايه اللي حطيت بها السكر هي، او لو عندك المعيار ده ممكن تستخدميه وتعملي بيه. فانا دلوقتي حطيت كوبايتين سكر، كوبايه ونص سكر وكوبايتين ميه، وهحط عليهم باكت فانيليا ونص ليمونه. وكده بقى يبقى معانا الشربات بتاع البسبوسه جاهز. وكده تمام. وهحطه على نار عاليه. اول ما يغلي بنوطي عليه ونسيبه يهدى 10 دقايق، وبعد كده نصف عليه يبقى جاهز معانا. احنا تاني خطوه هنعملها هنبدا بالكريمه. انا هنا معايا معلقتين سكر، ومعايا 3 معالق نشا، وحطيتهم كده في كزرولة برضو زي ما انت شايفة. بفضل نشا كويس، 3 معالق نشا ومعلقتين سكر. السكر على حسب راحتك وزي ما انت بتحبي. حطيت هنا كوباية ونص لبن على ال3 معالق النشا. وهحط هنا 2 باكت من الفانيليا. هفضيهم. اي نوع فانيليا تستخدميه، لو عايز تحطي فانيليا سايله ممكن تحطي معلقه على حسب راحتك واللي انت بتحبيه. وهحط معايا هنا 3 معالق من الكريمه، الكريم شانتيه. دي كريمه سايبه. لو انت عندك الكريمه عادي عبوات ممكن تحطيها اللي انت عايزاه. هو المقدار 3 معالق بس. كده انا حطيت. هنعمل فعلا كريمه تحفه جدا جدا، بنستخدمها في الحشوات، سواء في بسبوسه، في جلاش، في كنافه. فعلا المقدار ده كويس جدا وجميل ومناسب، وبيطلع كريمه لذيذه جدا. قد ايه هي كريميه وناعمه جدا. هقلبه كويس قوي على البارد لغايه لما يختلط كله مع بعضه. وهنروح على النار وهوريكي شكله ازاي. هنبدا نقلب لغايه لما اوصل لقوام مثالي، لا تقيل قوي ولا خفيف. بيجي معايا بسرعه. لازم التقليب على طول عشان خاطر ما يكلكعش معاكي او يعمل تكونات كده على الجنب. زي ما انت شايفه القوام قد ايه، بسم الله ما شاء الله كده. انا طفيت عليه خلاص. وهسيبه لغايه لما يبرد. ونبدا بقى في البسبوسه مع بعض. البسبوسه زي ما انت شايفه، انا جايبه كيس اللي هي البسبوسه الجاهزه. هفضيه. لازم اللي انت هتحطي فيه البسبوسه يبقى ناشف خالص، ما فيهوش اي نقطه ميه. اللي انت هتضربي فيه البسبوسه. انا فضيت الكيس زي ما انت شايفه قدامك. هنا بقى السر، 3 معالق من الدقيق. هفضيهم هنا على البسبوسه. وهجيب كيس بيكنج باودر كاملان، هحطه زي ما هو. مش هحط نص معلقه واي حاجه، هي الكيس كاملان. وحاطه ذره ملح صغيره مع الدقيق كده للبسبوسه. هقلب المقادير الجافه دي كلها مع بعض زي ما انت شايفه، بحيث ان كله يختلط مع بعضه، والدقيق والبيكنج باودر والبسبوسه. فعلا طريقه سهله ما خدتش معاكي وقت. كل الخطوات لما ترتبي خطواتك وترتبي مقاديرك الوصفه بتبقى سهله جدا وما بتاخدش معاكي اي وقت، وبتطلع بنتيجه ناجحه جدا جدا. زي ما انت شايفه انا خلاص كده يعتبر قلبته كويس قوي. اختلط كل المقادير مع بعضيها. هنحط بقى السمنه 3 معالق سمنه او 4 معالق سمنه. زي ما انت شايفه، بس عشان خاطر السمنه معايا بدرجه حراره المطبخ، مش مجمده. فانا حطيتها زي ما انت شايفه. هنقلب السمنه كويس قوي. انا لسه ما حطيتش اي مواد سائله غير هي السمنه بس. بقلبها بحيث ان هي تختلط مع بعضها كويس قوي. آه، امكس كله في بعضه، والسمنه بتحس ان هي عملت زي الرمله كده مرمله معاكي. تعرفي ان البسبوسه هتطلع معاكي ممتازه جدا. خطوات سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت. زي ما انت شايفه خلاص هي كده اتمكست في بعضها واتغلفت حلوه قوي. كل حبايه معايا من البسبوسه مغلفه بالسمنه كويس قوي. انا جايبه كوبايه زبادي واحده، هي دي الكوبايه اللي انا هستخدمها في البسبوسه. لو انت عايزه تعملي البسبوسه من غير حشوه، وبسبوسه الاكياس تعمليها بالطريقه دي بالمنظر ده، ما تحطيش عليها اي حاجه تاني غير يعني وهتستخدميها. انا جايبه هنا كوبايه الزبادي ملياها ميه، وهحط بالراحه حبه حبه لغايه لما اخد القوام اللي انا محتاجاه وعايزاه. قوام البسبوسه لازم تخليه يبقى تقيل شويه، ما تخليهاش خفيفه. لو خفيفه هتبقى متفككه معاكي وممكن تحجر ومش هتبقى حلوه خالص.
قوام البسبوسة لازم يبقى تقيل وما تعجنيش فيها كتير. أنا جِبت هنا صينية مبطّناها بالسمنة، هاحط نُص مقدار البسبوسة وهافرده كويس بقى زي ما أنتِ شايفة عشان خاطر نحط الحشوة بتاعتنا اللي هي الكريمة. طريقة جميلة جدًا، جدًا، فعلًا البسبوسة بتطلع حكاية أوي. شكلها جميل، مناسبة، ما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت حاجة كده ممتعة. ما تنسيش تحطّي اللايك عشان خاطر زي ما قُلت لِك لو الوصفة عجبتِك لايك وشير وسبسكرايب. زي ما أنتِ شايفة أنا باسويها، الطريقة فعلًا زي ما أنتِ شايفة، أنا جِبت الكريمة شايفة قلّبتها كويس طبعًا عشان كانت بردت شوية. لازم تقلّبيها عشان لو مثلًا نشفت كده من فوق أو أي حاجة. أنا أهوّة فضّيتها قدّامِك وباسويها كده، باحاول إن هي ما تجيش على أطراف الصينية عشان خاطر ما تفورش معايا كده في الفرن وتدّي منظر مش كويس. باحاول أهوّة زي ما أنتِ شايفة سويتها بس من غير ما أحط كده. دلوقتي هافضّي البسبوسة عليها. طبعًا هنا الكريمة لسه مش مجمّدة أوي، عشان خاطر عايزة تتحط في التلاجة وأنا ما عنديش وقت، فهاحطها على طول بدل ما أقعد واستنى شوية، فأنا هاحط على طول وأحط في الفرن وفعلًا هتطلع جميلة جدًا وهايلة أوي. أنتِ هتشوفي معايا بس خلّيكِ للآخر وشوفي الوصفة لغاية الآخر وشوفي النتيجة بعينيكِ إزاي قد إيه هي جميلة. أنا دلوقتي قُلت أنزّل الكمية كلّها، المقدار كلّه، باقي البسبوسة وأعمله كده براحتي يعني أسويها بحيث إن هي تبقى متغطية كل الكريمة، ما يبقاش فيها حتّة واضحة ولا أي حاجة. شوفي أنا سويتها كده معاكِ جميلة أوي ما شاء الله. هنحطها في الفرن، الفرن والع معايا سخن، وبعد ما تطلع شايفة منظرها عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة أوي. طبعًا البيكنج باودر نفخها شوية ولونها حلو أوي ومناسب. أنا جِبت الشربات زي ما أنتِ شايفة ما بتاخدش شربات كتير أوي. وباحط بقى بالمعلقة عشان خاطر أشرّب كل البسبوسة من كل مكان. وبعد ما تبرد، لازم البسبوسة تبرد خالص معاكِ عشان خاطر تعرفي تقطّعيها. البسبوسة بالكريمة أو أي بسبوسة عامةً عشان تطلع قطع، قطع، لازم تبرد معاكِ خالص على الأقل ساعتين بعد ما تسقيها بالشربات عشان تعرفي تقطّعيها. لو أنتِ مستعجلة ممكن تستني تهمد شوية وتحطّيها في التلاجة أو في الفريزر تبرد معاكِ بسرعة، وبعدين نيجي نقطّعها مع بعض. شايفة البسبوسة أهي دلوقتي أنا استنيتها خالص لمّا بردت. وهنبدأ نقطّعها، هاوريكِ قد إيه هي بتطلع قطع، قد إيه بسم الله ما شاء الله هي جميلة أوي. أتمنى يا حبايبي إن أنتم ما تنسونيش وتحطّوا لي لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل الوصفات الجميلة والحلوة دي. فعلًا اللايك بتاعكم بيدعمني وبيخلّيني باحس إن أنا يعني بتدعموني إن أنا أقدّم وصفات تانية أكتر وأكتر. أي حد عنده comment أو أي رأي عايز يقوله لي ممكن يسيبه في الكومنتات وأنا هارُد عليه. أنا دلوقتي باقطّعها أهوّة وهاورّيكم إزاي إحنا بنطلّعها. فعلًا قد إيه هي جميلة وقد إيه هي متماسكة وقد إيه الكريمة جميلة ولونها أبيض جدًا، كريمي ناعمة. ما فيهاش أي مشكلة. التقطيعات دي على حسب راحتِك وعلى حسب ما أنتِ تحبّي تقطّعيها سمبوكسات، تقطّعيها زي ما أنتِ عايزة. أنا دلوقتي هاقطّعها أهوّة هاطلّعها قدّامِك. بسم الله ما شاء الله قد إيه هي حلوة. شوفي أنا باطلّعها يعني بمعلقة صغيّرة مش متماسكة القطعة جميلة جدًا. شوفي لون الكريمة بسم الله ما شاء الله حاجة فعلًا تشرّفِك كده يعني قدّام عيلتِك كلّها. أتمنى منكم يا حبايبي أي حد جه مشترك معانا في القناة جديد، إن هو يدخل ياخد جولة كده في القناة ويشوف الفيديوهات والوصفات اللي أنا قدّمتها، ويقول لي إيه رأيه في الوصفات اللي أنا قدّمتها، وهي يعني هي نالت إعجابه والّا لأ، جميلة والّا لأ، فعلًا وصفات هل هي موفّرة واقتصادية والّا لأ. وفعلًا رأيكم بيعجبني وبيسعدني جدًا في أي حاجة، سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، والحمد لله لغاية دلوقتي ما فيش أي comment سلبي. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتنول إعجابكم. أنا باورّي لكم قد إيه هي فعلًا مرمّلة، قد إيه هي جميلة. شوفي الكريمة لونها عامل إزاي، باورّيها لِك بسم الله ما شاء الله الطبقات زي ما أنتِ شايفة. أتمنى إن أنتم تشوفوا الفيديو اللي يظهر في الآخر، ما تنسوش تحطّوا لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.